انا ورابنزل اتجوزنا. يسعدني اقول لكم ان بعد سنوات طوال من الالحاح الرهيب الاليم اخيرا اتنازلت ووافقت. يوجين ماشي، انا اللي الحيت. اياك والتراكم، اياك والتراكم، اياك والتراكم، عشان هتضيع. اوعى تراكم على نفسك. السلام عليكم وازيكم في فيديو جديد. الفيديو ده مهم جدا، احنا هنتكلم فيه عن ازاي نقدر نلتزم بالاونلاين. طب الفيديو ده مناسب لمين؟ مناسب لكل الناس اللي حابه تاخد كل دروسها اونلاين، او حتى حابه انها تاخد ماده واحده او مادتين بس هما اللي يكونوا اونلاين. فركزوا معايا لحد اخر الفيديو عشان هتلاقوا فيه حاجات مهمه جدا هتعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك لو انت لسه ما اشتركتش في قناتي، فلا انت كده هيكون فايتك كتير. فانزل دلوقتي اشترك في القناه. ترشيحي ليه منين؟ من التعليقات اللي جات لي على الفيديو اللي فات. معظم التعليقات كانت جايه لي ان انتوا عايزين ان احنا نتكلم على الاونلاين وازاي نلتزم بيه، فعشان كده انا لبيت رغبتكم. كمان انا عملت لكم الفيديو ده، فما تنسوش تاني تعملوا لي تعليقات حابين الفيديو الجاي يكون عن ايه. بقى لسه ما سألتنيش عن تفاصيل الكورس السنوي الشامل اللي انا جامعه لك فيه كل المواد، وخصوصا واهمها المواد اللي بتنضاف للمجموع، وكمان المواد اللي ما بتنضافش للمجموع، بحيث ان انت ما تتعبش اهلك ولا تتعب نفسك وتروح تشتري كتب وتروح تشترك في منصات، وانت كده كده هدفك الاول والاساسي من المواد دي انك تنجح فيها وخلاص. فما تنسوش تسالوني على تفاصيل الكورس السنوي الشامل، اللي انا بسيب لك اكونت تحت تقدر تروح تسال على تفاصيل الكورس السنوي الشامل وانا هرد عليك منه. ويلا بينا نبدا. كوره صغيره، اللي بينجح واللي بيوصل لحلمه هو مش اذكى منك، لا هو بس اتعود وتعلم ازاي يستمر حتى لو بكميات صغيره جدا او قليله جدا على مدار اليوم، بس في اخر الشهر او في اخر الاسبوع بتلاقي ان عمل كميه كبيره. فالفكره مين اللي بيستمر، مش من مين اللي هو هيكون اذكى من التاني. خلي النقطه دي برضو كويسه جدا في دماغك. طيب احنا دلوقتي حابين نلتزم. انت عشان تلتزم بالاونلاين فانت عندك حاجتين، انت ذاتك واهلك. دول نقطتين مهمين جدا، وهفهمكم كمان شويه ايه ذاتك وايه اهلك. طيب احنا دلوقتي عشان نلتزم لازم نكون ماشيين على خطوات معينه. تعالى معايا كده خطوه بخطوه. لازم تعمل كل الخطوات اللي انا هقول لك عليهم دول، بحيث ان انت توصل معايا في اخر الفيديو ان انت تبقى عارف الطريقه المناسبه ليك ان انت ازاي هتقدر تلتزم بالاونلاين. تعالى بقى معايا. اول خطوه انت لازم تكون تعملها ان انت هتعمل لنفسك جدول اسبوعي ثابت. طب انا سبتك انك تعمل جدول اسبوعي ثابت لوحدك؟ لا، انا عملت لك جدول ثابت ليك سواء لعلم علوم او سواء لعلم رياضه. بالنسبه لعلم علوم انا عملت لكم 2 جدول. الجدول الاول ان انت هتاخد ماده كل يوم، ركز معايا في الكلام اللي انا بقوله. انا من عندي من يوم السبت لحد يوم الجمعه، ده اسبوع كامل. طيب كل يوم هناخد ماده ازاي؟ انا مثلا هاخد يوم السبت هاخد فيه الانجليزي. طب الانجليزي ده هنعمل فيه ايه؟ هنسمع المحاضره من الاونلاين من المستر هيكون منزلها لنا، هنحل في الكتاب الاول اللي هو هيكون بتاع المستر. 2 هنحل في كتاب تاني احنا هنكون شاريينه. طبعا لو انت ما سمعتش الفيديو اللي انا بتاع المره اللي فاتت اللي كلمتك فيه عن ايه اهم المدرسين اللي تشترك معاهم ومين هم الكتب المهمه اللي تقدر تجيبها بحيث ان انت ما تضيعش فلوسك، فروح دلوقتي واسمعه. انا هسيب لك كمان اللينك بتاع الفيديو ده تحت في الديسكريبشن، ممكن تقدر تشوفه تاني عشان هو فيديو مهم جدا جدا جدا. رديت فيه على كل الاسئله اللي انتوا ممكن تكون بتدور في دماغكم دلوقتي. طيب انا دلوقتي عملت لنفسي جدول ثابت. طب الجدول اللي انا هعمله ده بناء على ايه؟ لو انت حابب تعمله مع نفسك مفيش مشكله، انا بقول لك انا عملت لك جدول، فانت حابب تشوفه تمام، مش حابب تشوفه فانت ممكن تعمل جدول لنفسك على اساس الجدول ده. طيب هتعمل جدولك بقى على اساس ايه؟ انا مثلا باخد دروسي كلها اونلاين. طيب فانا هشوف المدرسين اللي انا هشترك معاهم، هما المستر الفلاني هينزل المحاضره بتاعته يوم كذا في الاسبوع، مستر الفلاني هينزل المحاضره بتاعته يوم كذا في الاسبوع. اذا انا فهمت ايه؟ انا فهمت ان مثلا يوم السبت كل يوم سبت بينزل لي محاضره عربي، كل يوم ثلاث بينزل لي محاضره كيمياء. فكده انا هعمل جدولي على اساس ده، بحيث ان انا هصحى من النوم ناكل ونشرب ونصلي ونقرا القران والورد وكل ده، ونبدا على طول نسمع المحاضره بتاعتنا.
وبعد كده نبدا نذاكرها كويس جدا جدا جدا. اذا كان معاك ليها ملخصات بعد ما تذاكر الدرس ده من الكتاب الاساسي بتاعك، ذاكرهولي من الملخصات، ذاكرهولي من المذكره بتاعت المستر. انا هنا ركز معايا، انا بقول لك تذاكره من الكتاب الاساسي، ولكن تبص على ممكن يكون في حاجات تانية مضافه في الملخصات اللي موجوده معاك او مضافه في الكتاب بتاع المستر. طب انا عايز دلوقتي، في نقطه جت في دماغك، انت دلوقتي بتقول لي طب انا هجيب الملخصات ديت منين اللي ممكن تكون فيها الحاجات الاضافيه؟ هقول لك ما تشغلش بالك خالص، لان انا في الكورس السنوي الشامل عامله لك ملخصات لكل المواد وتريكات لكل المواد. من اول يوم هتبدا فيه مذاكره لحد اخر يوم هتخلص فيه المذاكره هتلاقي فيه تريكات هتقابلك، انا سايباها لك هناك في الكورس السنوي الشامل، بحيث ان كل فكره او كل حاجه انت هتشوفها على طول هتكتبها في الكتاب اللي انت بتذاكر منه، بحيث ان يكون عندك مصدر مذاكره واحد وما تشتتش نفسك في باقي المصادر. تمام كده يا شباب؟ كده انت هتعمل الجدول بتاعك، هيكون جدول اسبوعي. كل يوم سبت انا عارف اني باخد محاضره عربي، خلاص انا عقلي هيستسلم على ده. دي كده فيها مشكله؟ لا. قبل تاني خطوه بقى، تعالى معايا، قبل ما تروح تنام كل يوم لازم تكون معاك التودو ليست بتاعتك او النوته بتاعتك، هتكتب لي فيها انت هتعمل ايه الصبح. انا مثلا بكره عندي مذاكره فيزياء، طب انا عشان هذاكر فيزياء الصبح هعمل ايه؟ الاول هصحى اصلي، وبعدين هقرا القران، وبعدين هروح اسمع المحاضره بتاعتي، وبعدين هذاكرها من الكتاب الفلاني. بعد كده هروح اشوف الملخصات او التريكات اللي معايا وابدا اضيفها في الكتاب واذاكر التريكات دي. بعد كده هروح احل عليها من مذاكره المستر، وبعدين هحل عليها من الكتاب بتاعي. بعدين هبدا اصحح الحاجات اللي عندي، بعدين هشوف ايه الغلطات اللي انا غلطت فيها وهبدا ان انا اصححها لنفسي واعرف ايه الغلط وايه الصح، بحيث ان انا ما اكررش الغلط دوت تاني. انت كده مركز معايا لحد دلوقتي؟ طيب يبقى انا كده خدت خطوتين. الخطوه الاولى ان انت عملت جدول ثابت، الخطوه الثانيه ان انت كمان بتكتب لي التو ليست. خلي بالك الخطوه الثالثه ان انت لازم تاخد راحه ما بين كل حاجه. يعني انا سمعت المحاضره هاخد 10 دقائق راحه او ربع ساعه راحه، وبعدين اروح ابدا احل. انا دلوقتي حليت من كتاب المستر، اخد نص ساعه راحه وبعدين ارجع اروح احل من الكتاب اللي بعده. فانت لازم تاخد راحه، اوعى تعمل كل ده ورا بعضه، كده هتعمل انت غلط. دول 3 حاجات انت لازم تكون واخد بالك منهم. بعد كده انا عايزاك تلتزم بالقاعده دي دايما وتكتبها كده في ورقه وتعلقها قدامك على المكتب بتاعك. اوعى 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 تنام قبل ما يكون عليك الدروس بتاعتك كلها مخلصها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تنامش وعليك دروس. عايزك تكتب لي القاعده دي، ما تنامش وعليك دروس متراكمه. اياك والتراكم، اياك والتراكم، اياك والتراكم، عشان هتضيع هتضيع هتضيع. اوعى تراكم على نفسك. طب انا خايفه اراكم، اعمل ايه؟ هقول لك انا اديت لك حل تاني، ان اديتك يوم الجمعه ده يوم مفتوح. طب اليوم المفتوح ده انت هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعمل فيها انت اي جزء انت سبته او راكمته على نفسك، تعالى يوم الجمعه وذاكره فيه كويس. 2، افرض انا دلوقتي ما عنديش حاجه راكمتها، الحمد لله، احمد ربنا انك ما راكمتش، يبقى هتعمل ايه؟ يبقى يوم الجمعه ده انا واخده يوم مفتوح. كل الجداول اللي انا عملتها لكم انا هسيبها لكم في قناه التليجرام اللي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. كمان انا كل الجداول اللي عملتها لك انا سايبه لك يوم الجمعه يوم راحه تذاكر فيه اللي انت تراكم عليك، او تراجع كل المواد اللي انت ذاكرتها، كل الدروس اللي انت ذاكرتها خلال الاسبوع هتراجعها لي في اليوم ده. بعد كده هتحل بقى اسئله على كل المواد اللي انت ذاكرتها طول الاسبوع. طب قد ايه الاسئله؟ مش حابه منك غير ممكن تحل لي يعني 20 30 سؤال على كل ماده من المواد دي، وتراجع لي كويس قوي الدروس اللي انت ذاكرتها خلال الاسبوع. كده تمام يا شباب؟ طيب بعد كده انا عايزه اقول لك على حاجه، ان انت بعد كل محاضره لازم تاخدها لازم تكون مجبر نفسك، يعني مجبر كده ان انت لازم تخلص المحاضره دي النهارده ولازم تخلص عليها الحل. لو القيامه قامت، لو بص اي حاجه تحصل، بص انت تعبت، انت الا جرى لك ايا كان اللي حصل ليك، انت لازم تخلص المحاضره بالحل عليه. لازم تركز كويس جدا في الكلمتين دول، المحاضره يا شباب بالحل عليه. اوعى تذاكر من غير ما تحل، اوعى تحل من غير ما تذاكر، غلط تماما. الترتيب الصح ان انا اسمع الشرح، ان انا اذاكر كويس واجمع التريكات وما اسيبش اي حاجه. رقم 3 اني احل. بالنسبه بقى للمكان اللي انت المفروض تذاكر فيه، وده كان المفروض اقولها لك في اول الفيديو بس انا افتكرت دلوقتي، فالمكان اللي انت هتذاكر فيه ده هيكون مكان ايه؟ طالما انت هتاخد اونلاين وركز معايا، خلي بالك برضو سواء انت هتاخد اونلاين او مش هتاخد اونلاين، برضو لازم المكان اللي انت تكون قاعد فيه او المكان اللي انت هتختاره المكان ده هادي، مفيش اي تشتت حواليك، النور موجود. بص كده، انا عايزاك تحس ان السنه دي انت اعزل نفسك، يعني مش هتعزل نفسك طول السنه، لا، انا بقول لك ان الوقت اللي انت هتذاكر فيه خليك كده كأن بص انت عايش في الحياه دي لوحدك.
طول ال7 ساعات او ال9 ساعات اللي انت واخدهم في اليوم انك هتذاكر فيهم، اعزل لنفسك، حس ان انت مفيش اي حد موجود غير انت وربنا في الحياه دي كلها، تمام كده؟ بس لحد ما تخلص مذاكرتك وكمل يومك بقى عادي، العب، روح الجيم، اسمع كرتون، اسمع مسلسل، رفع عن نفسك كل حاجه، بس اهم حاجه انك تخلص لي مذاكرتك الاول، وكل الاهداف اللي عليك اللي انت حاططها لي في التو دو ليست تعمل لي كده عليهم صح الاول، وبعدين يبقى روح كمل اللي انت عايز تكمله. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه، بص، كل يوم بتلتزم فيه بيقربك من حلمك. اللي بيوصل مش اذكى واحد، اللي بيوصل هو اللي استمر. عايزك تكتب لي المقوله دي دايما، قلت لك في اول الفيديو ان انت نفسك واهلك، ذاتك واهلك. تعمل ايه؟ انا عندي حل كمان، ان انت لازم تكون من جوه نفسك انا هلتزم بالاونلاين. لازم انت لما تخرج من السنه دي ملتزم، صدقني الحياه الجامعيه والحياه العمليه مختلفه تماما عن ثالثه سنه. فانت طول ما انت مربي نفسك، طول ما انت عارف تلتزم هنا، صدقني بعد كده هتلتزم في كل حاجه هتكون تحت ايدك. فربي نفسك على حته الالتزام. طيب انا مثلا حاولت اربي نفسي ومشيت، بس ممكن في بعض الايام باجي اقع فيها. انا مثلا خليني اقول لك منطق، قول لها والله يا ماما انا عندي ده الجدول بتاعي، تمام، وانا النهارده كل يوم بعمل كذا، فانا محتاجك بس تكوني معايا كده شويه. اللي هو ازاي؟ انا النهارده هصحى الصبح هقول لها ان انا عليا 1 2 3 ومفروض ان انا اخلصه، وخايف انا ما التزمش بيه، فخليكي معايا، اساليني كل شويه ترى خلصت ده ولا يا ترى ما خلصتوش. فخلي حد من برضو رقيب عليك. ليه؟ بحيث ان انت ما تحاولش ولو بنسبه نص في المية حتى ان انت تبدا تراكم، او ان انت تضيع على نفسك اليوم، تمام كده؟ ان احنا نصحى الصبح بدري. انا جايبه لك ليه حل. بص، هو انا كنت بعمل ايه؟ انا مش عارفه الحلول كلها، ولكن انا اقول لك الحل اللي كان بينفع معايا. واروح انام في الارض، في الاوضه بتاعت ماما، تمام، على الارض كده، فاهمني؟ طب هي ساعات كانت بتيجي تقول لي مثلا ايه، طب ما في مكان على السرير تعالى ننام على السرير، اقول لها لا، ما كنتش برضه انام على السرير. ليه؟ بخاف، انا عندي حته الخوف دي كبيره قوي، تمام؟ فلا، كنت بنام في الارض واحط الموبايل جنبي، بحيث ان هو اول لما يرن حتى لو انا مش حابه اني اقوم، بص الارض هتخليني اقوم غصب عني، لان كده كده اصلا ايه، جسمك بيبقى خلاص وجعك من كتر نومك على الارض، فمجبره ان انا هصحى، فكده كده كنت بصحى، تمام؟ فانا جبت لك برده حل صغير اهو لحته ان انت ازاي تصحى الصبح بدري، وكمان مامتك هتكون نايمه جنبك، او باباك او اختك او اخوك ايا كان اللي هيكون موجود معاك في الاوضه، فهو مش هيحب ان المنبه يزعجه، فاهمني؟ فكل شويه يقول لك يلا قوم يلا قوم يلا قوم، فانت هتقوم، تمام؟ فلحد كده اكون وصلت لنهايه الفيديو.